هقدم لكم النهاردة مشروب سحري وأعشاب طبيعية، حاجة كده جميلة جدا وصحية جدا، بعيدا بقى عن الكيماويات والأدوية وكل الحاجات اللي بتضعف المناعة عندنا وعند أطفالنا. النهاردة عملت لكم تركيبة أعشاب بتقوي المناعة، بتهدي القولون جدا للكبار، بتهدي أعصاب القولون كده، بالذات القولون العصبي، بتخليه كده ريلاكس كده ويسترخى خالص. ما شاء الله الأعشاب دي حلوة جدا لأعراض البرد والمغص للأطفال والمغص للكبار، تعب المعدة. يا جماعة الأعشاب دي مفيدة جدا، حبة البركة فيها طبعا، مش عايزة أقول لكم طبعا صحية جدا. وطبعا ذكرها رسولنا الكريم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صلى على الرسول كده ونسمي بالله، علشان الأعشاب دي كلها بركة وحلوة. وبجد جبتها من يعني وصفة ديت من شيخ كبير عجوز، الشيخ ده بركة جدا. فجيت يعني انا بقول له في حصل كذا كذا، تعبانه وبنتي بطنها ومغص، فقال لي انا هديك الوصفه ديت وتفضلي ماشيه عليها طول حياتك، ولو يعني ويبقى خدت ثواب كبير لو انت قلتيها للناس او بلغتيها للناس. بجد الوصفه دي حلوه جدا يا جماعه، وهي عباره عن البابونج، زهره البابونج طبعا معروفه ان هي حلوه جدا للقولون. معانا اليانسون والشمر وحبه البركه، اللهم صل على النبي، ومعانا الريحان. تمام كده، هتجيبي كل المكونات دي كده هتقلبيها مع بعضهم، وهتجيبي بقى مية مغلية، هتحطي معلقة من المكونات الأعشاب دي، وهتحطي ورقتين من الريحان زي ما انتوا شايفين، وحطي بقى السكر حسب ما انت حابة، انزلي عليهم بالمية المغلية وغطيهم وسيبيهم حوالي 3 دقايق مش أكتر. بعد كده هصفيهم بالمصفى. على فكرة اللي على الوش ده أعشاب البابونج، هي بتبقى ناعمة جدا فطبعا ما بتتصفاش، واللي طبعا أنا بحب أشربها كده لأنها مفيدة ومغذية جدا، حلوة جدا لأعراض البرد يا جماعة، بجد عن ثقة وعن تجربة من سنين. ساعة ما تلاقي طفلك تعبان معدته وجعاه، عايز يعني بعد إذن الكلام إن هو مثلا يعني عايز يرجع اللي في بطنه، الكوباية الواحدة من ديت بتخلي معدته تهدى جدا وبطنه تهدى جدا وبينام لو هو طفل. لو هو حد كبير بتهدي المعدة والبطن، وبجد بتطلع البرد من الجسم. حلوة يا جماعة، يلا شاركوا الفيديو علشان يوصل لكل الناس وكله يستفيد وتاخدوا الصواب الكبير، لأنها حاجة